طيب صباح الفل. هو فين الفل ده يا باشا؟ صحيح مفيش فل. لا احنا بقينا نكلم نفسنا يا جماعه، احنا اتجننا يا جماعه. لا معاش اللي يزعلك، اهدى كده وما تشغلش بالك، نرجع تاني للدوري المصري بتاعنا وخناقاتنا وبوستاتنا ولا كأن حاجه حصلت. انت بس دوس لايك واعمل سبسكرايب في القناه وما تتفرجش وتنساني وتيجي في الاخر تقول لي ما بتنزلش حلقه في ميعادها ليه. كمل يا عصفور. حاضر. كمل يا حبيبي. حاضر. حاجات كتير بتضيف متعه للكوره، من ضمنها المعلقين. هذا لا يحدث كل يوم. حطها في الجول يا رياض. جنون كرة القدم. كرة مع جمعة بيلف وجول. الجول الأول للنادي المصري. إيه ده يا جماعة؟ الحطة والنطة ولع الملعب شطة. لفها أحمد جمعة، لفة جاتوه والله، لفة هدايا. ده إحنا في أيام الكريسماس. إيه ده؟ مين ده؟ انا ما اعرفوش. التعليق المصري بيمر بأسوأ فتره ليه. معظم المعلقين دلوقتي صوتهم بقى عباره عن زعيق وصوت عالي، مفيش معلق بيعلق بطريقته، كله بقى بيحاول يحشر لك افيه عشان يبان دمه خفيف. طريق احمد القرموطي، شوف القرموطي كان هيحطها زي القراميط اهي. يا بيحاول يحزق ويقلد المعلقين التانيين، المهم يقول لك اي جمله فيها قافيه عشان الميديا كلها تتكلم عنه. أن تذهب إلى الامتحان وأنت غير دارس أفضل لك من أن ينفرد بك ناصر وأنت حارس. وده بيخليك حاسس ان في انفعالات كتير ملهاش اي لازمه واكنهم بيعلقوا على ماتش تاني. رضا يا رضا، اتدلع يا رضا. لا 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 لا. خليني اغني لك يا رضا، اهواك واتمنى لو انساك. محمد صلاح ايه؟ ابو تريكه ايه؟ لا 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 لا. شيكابالا ايه؟ رضا عدى الناس دي يا جماعه. هو تقريبا رضا كان عازم بعد الماتش. طيب يا شرنوبي، ليه ما عندناش معلقين نقدر نسمعهم بدل المعلقين اللي بوظوا لنا الجهاز السمعي؟ وليه في ناس كتير مش عاجبها تعليق علي محمد علي؟ بص، هو مشكلته ان هو ما قدرش يواكب تطور التعليق اللي بقى محتاج ادوات مختلفه عن الاول. انا ببقى قاعد بزعق في الشاشه قدامي من اداء لعيبه المنتخب وصوت ابراهيم فايق في ودني على اللي هيحصل بعد الماتش، والكابتن علي محمد علي في حته تانية فاتح ويكيبيديا وشاغل باله عدد سكان انجولا وان اللاعب ده مواليد كينيا وامه بلجيكيه وخالته ساكنه في الدقي. صبا فيصل كفر الميسرة، محمد شحاته بنياوي، احمد عيد فيوم، صابر زي ما قلنا كفر الشيخ من دسوق. مولود في كينيا على فكره، والده الماني والدته من زيمبابوي اللي هو رقم 8. انا مالي بالقصص دي كلها، انا مش قاعد قدام موظف في السجل المدني بقول له طلع لي شغله العيله، انا فاتح ماتش كوره، يعني المفروض بفسد دماغي واحس بمتعه الماتش، لكن حتى متعه وريتم الماتش هو بيقتلها، مش بس بسبب معلوماته اللي ممكن اي حد متابع كوره عادي يكون عارفها، لكن ساعات معلوماته بتبقى مالهاش علاقه بالماتش. 39 سنه من اصول برتغاليه هذا الحكم، ويملك شركه للمياه وايضا شركه لتجميع وصناعه البلاستيك. وده بيخلي اسلوب تعليقه اللي هو اساسا مصنف نفسه انه معلق معلومات واحصائيات ما بقاش يشد الناس، تحسه مسجل تعليقاته وانفعالاته، يعني ممكن هدف يجي في ماتش مهم واحنا على اعصابنا، ودي اللحظه اللي هتعلق مع الناس ومفيش معلق يسيبها من ايده، وكابتن علي ماسك اللاعب اللي بدا الهجمه وحالف لا يجيب تاريخه المهني كله، واول ما يفتكر ان في هدف بيعمل نفس الاحتفال مع نفس الاداء. يا ربي. والطريقه دي معاه من زمان مش بيغيرها، اسمع كده احتفاله بهدف احمد حسن في افريقيا 2010. لكن امامنا التسديده طب يا كابتن علي مش هنغير ولا ايه؟ 15 سنه اعتقد كفايه، مع ان لحظه الهدف دي هي سكسين ماتش والمعلقين بيتسابوا وما بيصدقوا يلاقوها، هي مش محتاجه منك غير انك تبروزها بطريقتك، لانها اللحظه اللي ممكن بسببها كاريرك كله يتغير. التاسعة بتوقيت الاهلي وباقدام اجايين. انا الجمله غيرت مسيرتي بالكامل، وتخليك في ذاكره شعب كامل لمجرد انهم تاثروا بتعليقك وعبر عنهم. اهم حاجه محدش يقول لي يا شرنوبي ده محترم وراجل كبير وتعليقات الفيسبوك دي، الناس كلها محترمه وعلى دماغي، بس الاحترام ما يمنعش من الانتقاد المهني، وما تخافش كله هيتجاب سيرته في الحلقه دي عشان الناس اللي هيحولوا الموضوع اهلي وزمالك محدش يقلق، انا كبير مشجع نادي فاركو ماليش دعوه بالقصه دي. طيب يا ابو الشرانيب، ليه التعليق المصري بقى كده وليه ما بنشوفش مدرسه من الاصوات اللي اتربينا عليها؟ بص يا ابو الكباتن، الموضوع اختلف خالص عن زمان، فخلينا نجيب الموضوع من اوله عشان نقدر نفهم المشكله فين. التعليق بدا بمدرستين، المدرسه الاوروبيه معلق هادي بيوصف لك الماتش وبيقدم لك تحليلات فنيه، وعلى العكس المدرسه اللاتينيه قايمه على الانفعالات والصوت العالي، ودي بتلاقيها اكتر في المعلقين العرب، بغض النظر ان دلوقتي المدارس كلها دخلت في بعضيها. جه المصريين قال لك احنا مش بتوع الكلام ده يابا، معلق مصري يعني دم خفيف، تمام انا هعلق لك على الماتش وكل حاجه بس لازم احط لك التاتش المصري، ممكن بوز جزمه كده ببز الرجل. والتلفزيون المصري مع الوقت بدا يقدم لنا معلقين كبار بشخصيات مختلفه زي كابتن ميمي الشربيني وكابتن حماده امام وكابتن محمود بكر، الراجل ده ليه قصه لوحده واحكي لك قدام. جه كابتن ميمي الشربيني قرر يغير جزء كبير من التعليق المصري، الراجل
ده زود كلام في الكوره وعطى بيها بعد تاني للتعليق العربي وعلم معلقين كتير اسلوب جديد في التعليق. لما تسمع من عصام الشوالي اللي هو بسم الله ما شاء الله الهرم يقول لك انا كنت بسمع كابتن ميمي الشربيني اشوف التلاعب بالالفاظ واشوف المصطلحات، ده كلام من عصام الشوالي. ولدي ازاي ان هو يقدر يربط حدث تاريخي بكره القدم لما يجي يتكلم على المانيا يربطها بالعربيات المرسيدس والماكينات الالمانيه. وفعلا التعليق قبل ميمي الشربيني حاجه وبعده حاجه تانية. الناس كانت زهقت وملت من التعليقات النمطيه ومحتاجه اسلوب جديد ينشط الماتش. انت بتبقى قاعد مستني النهارده ميمي الشربيني هيوصف اللاعب ده ازاي، واللاعب بيعتبر تعليقه ده تقييم مش مجرد تعليق. اللعيبه كانت بتخرج بقى بعد الماتش مش عشان تتفرج على نفسها، لا تسمع الكابتن ميمي قال عليهم ايه. عنده مكتبه مصطلحات خاصه بيه. اولا ما اسمهاش مباراه، دي 90 دقيقه اشغال كرويه شاقه، وده مش لعيب حريف، ده قماشه تانية. لسه بقول لكم وباشا تانية يا رضا عبد العالي يا جماعه. ومش كل لاعب عمل كام ترقيصه يبقى كل ماتش اللاعب ده قماشه تانية زي ما المعلقين دلوقتي بيحلبوا اللازمه والافيه. لا، هي درجات. في لاعب اكسترا مهارات، لاعب اكسترا حواس، لاعب يعمل كل حاجه في الكوره ناقص يكلمها. والله بيعمل كل حاجه في الكوره ناقص يكلمها. ودي الاضافه اللي عملها كابتن ميمي الشربيني الله يرحمه، انه ما كانش متوقع من كتر المصطلحات. ودي اول حاجه لازم تكون في المعلق، الاضافه. لازم ابقى خارج من ماتش بمصطلح جديد، بتعليق يعلق مع الناس، بمعلومه ما كنتش اعرفها وليها علاقه بالماتش. اظن فهمني ها؟ لكن دلوقتي انا عارف وانت عارف ان كابتن علي محمد علي اول لما الصوره تيجي على لاعب او حكم او مدرب هيبقى مميز جدا. انت ما تعرفش ليه بس هو مميز جدا الحقيقه. كمان الثقافه مش جايه بقى من عدد سكان نيوزيلندا ولا الشعب بيتكلم كام لغه ولا شجره العيله بدايتها منين. انت بتبقى خارج من ماتش عارف الماتش ده اهميته ايه والمدربين بيلعبوا بطريقه ايه وكل المعلومات من غير ما تحس واسلوب بسيط. والكلام ده عشان يجمعه كان بيعاني، مش سهل زي دلوقتي. ودي تاني حاجه، الثقافه. مش لازم الثقافه تبقى مجرد سرد معلومات واحصائيات حتى لو ملهاش لازمه. هي كانت في وقتها حاجه من ضمن الحاجات اللي بتميز المعلقين اللي صعب المشاهد العادي يقدر يلاقيها. لكن دلوقتي ممكن في اقل من دقيقه من اي ابلكيشن تجيب تاريخ اللعبه كلها. لكن الثقافه ممكن تكون رؤيه محدش اخد باله منها، قرايتك لقرارات مدرب زي كابتن حماده امام ونظرته المختلفه للملعب وتعليقاته ولازماته اللي لسه فاكرينها لحد دلوقتي. وتترد وهوبا جول كره بالعرض خطره وهوبا عمرو زكي يا عمرو زكي مش ممكن. احنا ارتبطنا بيه وتقريبا كلنا كنا بنستنى اهداف الاسبوع مع الثعلب يعرض لنا فيها ملخص لاهداف الدوريات الاوروبيه. الناس دي كانت عندها قبول وتلقائيه. احنا كنا متعودين على التعليق الشيك اللي بدله وجرافطه واسلوبهم كان بيوصل لكل الناس ومستوى الكوره كان مساعدهم على ده. بس كان في حاجه بتحصل ومحدش اخد باله منها. بعد دخول القنوات المشفره زي الاي ار تي والجزيره السوق في بدايه الالفينات بدانا نشوف دايره المعلقين دي بتكبر وبمدارس مختلفه وانفعالات وطرق جديده والدنيا مش اخده عليها. والتلفزيون المصري ما بقاش موجود زي الاول لان المباريات بقت بتتوزع على القنوات الخاصه والمعلقين المصريين بقى مطالب منهم انهم يجاروا السوق وسط زحمه معلقين شمال افريقيا والخليج. لكن ده ما حصلش. وكمان ماسبيرو المسؤول عن اختبار المعلقين وانهم يدوم الرخصه كانت بقى لها فتره بتنجح اي حد لان مع ظهور القنوات الخاصه كانوا محتاجين معلقين كتير بس مش بنفس المواصفات اللي اتعودنا عليها. ما بقاش مهم مخارج الحروف ولا صوت ولا اي حاجه. وزي ما احنا عارفين اي لاعب كوره لازم يجرب كل حاجه حتى لو ما عندوش مقوماتها. قدمت استوديو تحليل وعملت محلل وعلقت على مباراه معلق واعتبرت معلق في ايه دي بقى والله العظيم بكام بجد؟ والله انا هو مش قادر يتخيل كان بيعلق ازاي. كل فكرته عن كابتن طارق يحيى لما شافه كاعلامي. راجك بقى بره الكوره شويه. انت عندك اولاد؟ عندك ايه؟ عندي مراد ده ولد. انت لسه عريس جديد مش كده؟ من 3 شهور كده. اتجوزت من 3 شهور. الحمد لله لحقت نفسي. عندك اولاد؟ ودلوقتي انا وانت وابراهيم فايق عايزين نشوف كابتن طارق يحيى لما كان معلق كان بيعمل ايه. اتفضل اهو يلا. حماده او كابتن حق الله يشفيك. لا انت بتعلق بقى، ده انت بتعلق. طارق يحيى هو جون هوبا تاني. طارق يحيى بتصويبه حلوه جوه الجول. ايه يا عم ده؟ لا ده في شغل عالي كابتن. انا معلق، انا معتمد. اظن واضح من رياكشن ابراهيم فايق الوضع كان عامل ازاي. حته ان لعيبه الكوره لازم تجرب كل حاجه بدون مقومات او اي اماره بتقدم لنا كوارث. وطبعا التعليق كان واحده من الصنعه اللي جربوها وبوظوا ودننا بيها. معلش بس يا كابتن طارق، انت قلت مين نجح معاك في الاختبارات؟ اسماعيل يوسف وابراهيم يوسف الله يرحمه ومجدي عبد الغني. كلنا نجحنا في وقت واحد، امتحنا في وقت واحد. كابتن مجدي عبد الغني كان كل تعليقاته عباره عن مغامراته وحاجات بديهيه وكمان انفعالاته ما كانش ليها اي علاقه بالتعليق. عاشور حطها اي وراح رمضان وراس رمضان ما يعرفش اسامي اللعيبه بيتهته وبيعلق وعلى صدره واتزحلق. وادي هجمه النادي الاهلي نيجي بقى الكابتن شوبير ونصيحه ما ينفعش تتفرج عليه لوحدك. يقدر يعدي يقدر يمرر يقدر يعمل الخطوره يقدر يجيب جون هو هتلاقيه بيطلع لك في كل حته وشغال كل حاجه وتقريبا ما بينامش. معانا على الهوا كابتن شوير. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير وصباح الفل وصباح الجمال على مستمعي نجوم اس ام. بص هو ما بيعلقش، هو بيتخانق.
ودي قفشه. بص ما تسمعوش في البيت عموما، لازم مكان ما يكونش فيه صدى صوت. حطها على الارض الوليد سليمان، هات وخد ووليد سليمان، وليد اجوال. وطبعا اللي ما حضرش الفتره الذهبيه للتعليق المصري على يد كابتن مجدي عبد الغني وكابتن شوبير فاتوا كتير الحمد لله. الشناوي بابا اركو بابا، والشناوي الشناوي قال له لا يا بابا لا. طب خير يا جماعه، الناس دي عدت ازاي من اختبارات التعليق وايه اللي وصلهم يعلقوا على القنوات؟ فالمهم قرصت قوي في السيرش والبحث عن اسباب تمكن هؤلاء من التعليق وازاي التلفزيون المصري عداهم من الاختبارات. لقيت اصلا ان لجنه التعليق في مسبيرو والمسؤول عن اختبار وتقييم المعلقين ما كانش فيها معلق واحد، وده وصلنا ان عدد كبير من المعلقين نجح من غير اي مواصفات ولا اي مقاومات، وده خلى اعدادهم بقت اكتر من الاول. لكن تقدر تقول كده دخان كتير من غير كفته، لدرجه ان في تصفيات كاس العالم 2010 بين مصر والجزائر في القاهره قناه نين سبورت التابعه للتلفزيون المصري كانت عامله قناه صوتيه اولى للكابتن ميمي الشربيني الله يرحمه، وجم يدوروا على معلق تاني مؤهل للتعليق في القناه الصوتيه الثانيه ما لقوش اي معلق في التلفزيون المصري كله ينفع. والصدمه دي خلت قناه نين سبورت تجيب المعلق الليبي حازم الكديكي على القناه الصوتيه الثانيه عشان ينقذ الموقف. وبعد الكارثه دي التلفزيون المصري لغى رخصه 50 معلق لا يصلح له للتعليق، بس الفكره كان خلاص الدنيا هربت، كل قناه خاصه بقى ليها معلقينها، وبدا البساط ينسحب اكتر من المعلقين المصريين ناحيه معلقين القنوات المشفره اللي قدروا يطوروا من نفسهم، وكمان قوه الدوريات اللي كانوا بيعلقوا عليها خلاهم يظهروا امكانياتهم ويبروزها اكتر، وده خلى المعلقين عندنا يعملوا شويه مهازل في التعليق على الماتشات كان في مقدمتها انهم بيحاولوا يقلدوا. يعني عمر ما كانت المدرسه المصريه بتعلق بالشعر والحكم والكلمات الاخيره قافيه، لكن اللي بيعملوا ايمن الكاشف هو التقليد بعينه. ابدأ بالضروري ثم انتقل الى الممكن تجد نفسك تصنع المستحيل. يا عيني الامل ليس حلما بل طريقه لجعل الحلم حقيقه. سلام. نفضل بقى ربع ساعه كده كل ماتش ابدا بالضروري وعلى قد اهل العزم تاتي العزائم. الكلام ده كله ملوش اي علاقه بالتعليق المصري ولا له علاقه بسير المباراه اساسا. هو لازم كل ماتش يفضل يرص لك كل المقدمات ويخلص كل اللازمات. الفكره ان المعلق عشان يكون لازمه معينه لازم يربطها بحاجه في الماتش مش مجرد يرصها. يعني مثلا الجنرال مدحت شلبي انت عارف وانا عارف ان اول لما لاعب يلبس كوبري للاعب تاني هيقول كده ما بين قربك وخوفي عليك يا رامي يا ربيع من فضلك اقفل رجليك. او ان لاعب يسجل هدف في فريقه القديم هيقول كده برضه. مش كنا على الحلوه والمره متعهدين ليه تنسى بالمره عشره بقالها سنين. طب حد يقول لي يا برنس التعليق ما هو ممكن يكون بيحاول يطور من نفسه. التطوير حلو لما يكون صح لكن ده ملوش علاقه بتطوير شخصيتك كمعلق ولا قدرتك على تكوين لازمه لان اللي بيعملوه ده اسمه تعود مش نجاح لازمه معينه. يعني انا لو كل ماتش بفضل اقول لك كل الشكر والحب للفريقين متعونا الاثنين وقدموا لنا مباراه تسحر العين بغض النظر لو كان الماتش بين بتروجيت والمقاولين وعباره عن تلوث بصري ده مش هيكون لازمه للمعلق ده اسمه زن على الودان. يعني انا اكتر حاجه بكرهها في اي مباراه في الدوري المصري ان فريق يسجل الهدف الثاني ويكون بتعليق كواليني ويفضل يقول لي عملوها الثاني وسجلوا الهدف الثاني عملوها تاني وسجلوا الهدف الثاني. احب اوجه له رساله ان اقسم بالله ما حد بيطيق يسمعها. انا اساسا كنت عايز اكمل انتقادك بعيدا عن حلاوه الصوت ما لقيتش حاجه عندك غير عملوها الثاني ويا الله يا الله. يا ريت نغير شويه ومش لازم نحلب اللازمه والافيه عشان نحاول نكون معلقين بالعافيه كفايه اللي احنا بنشوفه. طب حصل الحمد لله وكابتن ايمن الكاشف عمل لازمه وقدر فعلا يربطها بموقف وهي صديق الامس منافس اليوم. يسكت؟ لا. لو الاهلي والزمالك بيلعبوا بعض ونص الاهلي في الزمالك ونص الزمالك في الاهلي هيعدي على كل لاعب يقول له صديق الامس ومنافس اليوم. القصه ان المعلقين بقوا يستسهلوا وبقوا شايفين ان النجاح عباره عن ترند وكم افيه والصفحات تنقل تعليقه على الماتشات. يعني انا مش لاقي اي منطق ان معلق يقرر يغني بعد الهدف بالشكل ده. ايه الجول الحلو ده التمريره الحلوه دي. ولو انت مش جاي معاك تغني كابتن احمد الطيب حل لك الموضوع ده. هات اغنيه كانت ترند وابدا حط اسامي اللعيبه عليها. رب الكون ميزنا بميزه مصر غاليه علينا وعزيزه محمد صلاح بعد هات وخد يقول للحارس خد. بص هيبرر الموضوع ده ازاي؟ طيب كلمة رب الكون حلوة ولا وحشة؟ كلمة ميزنا بميزة فيها عيب او غلط؟ لا طبعا رب الكون ربنا سبحانه وتعالى. طيب ميزنا بميزة فيها عيب او غلط؟ طب اسمر يا اسمراني مين قساك عليا شيكابالا عملت ليه كده فيا؟ دي مش اغنية؟ طب لما لعيب اسمه رجب يروح داخل في حارس المرمى وعامل رجله كده وتقول له رجب حش رجلك عني هي دي مش اغنية؟ في ايه يا كابتن انت معلق ولا نبطش افراح؟ التعليق عمره ما كان كده. وبعيدا ان اي ماتش بيعلق عليه انا بنام منه من كتر الملل ما بصحاش غير وانا جاي لي تشنجات لما يفضل يقول لي حي على الفلاح ويا ولدي ومشكله ولا ايه؟ عارفين والله انها لازمه بس مش كل ماتش ابقى خارج ب8 يا ولدي و25 مشكله ولا ايه؟ قفشه بسيطه سهله طارق حامد بسيطه سهله محمد هاني بسيطه سهله ويفتح زاويه لعب لمحمد صلاح بسيطه سهله الى طارق حامد بسيطه سهله.
كمان نقطه الحياد اللي بقى كل معلق بيحاول يتلزق في جمهور الاهلي او جمهور الزمالك عشان يحمي نفسه ويتشاف اكتر ويضمن لنفسه مكان عند الجمهور ده، والقنوات بتساعده على كده. والله المعلق ده جماهير الاهلي بتتابعه خليه يعلق ماتشات الاهلي، والمعلق ده بيتغنى بالزمالك خليه يعلق ماتشات الزمالك. يا جماعه هي دوره رمضانيه؟ طب وجماهير الانديه الثانيه؟ كده انت بقيت معلق فئوي مالكش اي علاقه بالمهنيه. المعلقين زمان كانوا بيعرفوا يقفوا على صف واحد من الفرق كلها، كل جماهير الاهلي والزمالك كانوا بيحبوا كابتن حماده امام وكابتن ميمي الشربيني، ولكن المعلقين دلوقتي بيعتمدوا على كام افيه مع كام تعليق حراق للاعب معين عشان جماهيره تاخدها بعد الماتش. نيجي بقى لطبقات الصوت، لازم المعلق يعرف يتحكم في طبقات صوته. داخل منطقه 18 وهيرمان كوال. المعلق لازم يعرف امتى يعلي صوته وامتى يوطي صوته، هي مش ثانيه انذار، ده رتم مباراه. ما ينفعش افضل ازعق على رمي التماس في نص الملعب وطول الماتش بتكلم من اعلى طبقه، لان زي ما انت عارف طبقه الصوت قرار وجواب. ما ينفعش طول الماتش تبقى قرار بس فنام منك، معلش يا جماعه كنت نايم، ولا تبقى جواب بس فتبوظ لي ودني. محمد ابو شعيشه بحركات لا اراديه، وادي اللمسه بترتد وادي المتابعه جول. المعلق عشان يقدر يستغل اي موقف لازم ذهنه يبقى حاضر، والكينج في الحته دي شلبوكه. هو تقريبا مدحت شلبي هو مؤسس سرعه البديهه والذهن الحاضر. هو مش هيعدي لك اي موقف غير لما يرمي لك عليه كام افيه. ايه ده محمد رمضان ده ولا مين ده؟ هو محمد رمضان الله ايه يا نمبر 1؟ ايوه يا سيدي عارفين والله، بس النهارده الشعر ابيض، انت مره اصفر ومره اسود، جننتنا يا رمضان. انت بتبقى قاعد تتفرج على الماتش في امان الله ويستفزك او يلفت انتباهك موقف معين وتبقى لسه هتعلق عليه، تلاقي مدحت شلبي سابقك ومعلق عليه بكام افيه. الكونغو ضربه مرمى لصالح الكونغو، يعني احنا في عزا هناخد كل السلامات يا مخرج. مش مهم بقى حتى لو ماتش مصيري والناس كلها على اعصابها، هو ماشي بمبدا الافيه يحكم، طالما ظهر الافيه لازم يتقال. ياه هديت الملايين كلها، فرحت الدنيا كلها. ده معهد التمريض ده ولا ايه؟ تحسه بيعمل رياكت مش بيعلق. بص سيف زياد دلوقتي يحكي موقف سمعه من بلال علام وهو بيعلق على واحده من الماتشات، بص بقى مين اللي هياخد باله يقول له ايه؟ اقوى افيه بيعلق على الماتش يا كابتن، وبعدين فجاه لقيت زماره في الماتش، زماره، وفجاه لقيت بلال بيقول يا جماعه الزماره دي من الاستاد مش من عندنا. طب برافو عليه طبعا يا كابتن، برافو عليه فعلا ان انت بتوضح للناس. هو قال له برافو عليك عشان عارف قيمه الموقف ده بالنسبه للمعلق. عشان كده مدحت شلبي مختلف عن اي حد، هو عنده قدره يقعد معاك يوم كامل مش 90 دقيقه، تحسه صاحبك اللي ما بيسيبش اي حد في حاله غير لما يزاوله. اوف سايد، عايز ايه يا عمنا؟ عايز ايه يا كريستيانو؟ اوف سايد يا حبيبي. وماتشات المنتخب بالذات بتبقى حاله خاصه، لازم المعلق يتنازل فيها عن كل مقومات الشغلانه ويتحول كمشجع، ودي اكتر حاجه احنا محتاجينها من المعلق اللي بيعلق على ماتشات المنتخب واللي ليها مشكله كبيره معانا دلوقتي. لكن انا ما بفهمش كابتن علي محمد علي مش معانا في اجواء الماتش ليه؟ ده ماتش المنتخب مصر، يعني مش مطالب منك الحياد لمنتخب البنين او السنغالي، ده المفروض اكتر ماتش يطلع فيه اداءات وقوتك كمعلق، لكن بحس ان هو بيعلق مجرد تاديه واجب مش اكتر. هم ليه بيفضلوا ان كل معلق يعلق لمنتخب بلده؟ لان المفروض المعلق ده بيبقى اكتر واحد عارف احساس الشعب ودوره يتكلم بصوتهم ويسمعوه. انا اسف والله، انا اسف، بس انا واحد منكم بعبر عن مشاعركم وبعبر عن احاسيسكم. الف حمد ليك يا رب، الف حمد. بس لازم نعترف ان برضو ماتشات الدوري المصري مش بتساعدهم انهم يطلعوا اي حاجه، وفعلا المعلق بيلاقي صعوبه ان هو يحاول يخرجك من الملل والعبث اللي بيحصل. وفي معلقين اساطير جم الدوري المصري ومن كتر العبث اللي حصل كنت تحسه ان هو بيعلق على بيس 6 على باتش دوري مصري، في حاجه غلط. عاصم يلعب الكره، يا الهي، ما عدا واحد بس، كابتن محمود بكر. ايه نسبة القرعة النهارده في الملعب؟ نسبة عالية، الدنيا حر طبعا. الراجل ده اسطوره والله. فاكر لما قلت لك ان هو ليه قصه احكيها لك؟ اسمع بقى، هو ما بداش تعليق كده، هو كان كلاسيكي جدا وبيعلق تعليقات شيك في التلفزيون المصري على كاس العالم والكلام ده، وكان ليه جمله مشهوره قوي: عداله الشباب نزلت على استاد باليرمو، لحد ما راح قناه دريم وقلع البدله واخد راحته معانا. الصلعه بتاعت اسماعيل يوسف ابيض عيني من اللي شافه هذا الموسم، وادي صوره لحسام ما تعرفش ولا ابراهيم، كابتن عادل طعيمه مخبوزات. عشان تفهم هو كان اسطوره ازاي، الراجل ده كان بيعلق في دوري ما فيهوش جمهور، في بلد لسه طالعه من ثوره ولاعيبه جودتها ما بقتش موجوده ولسه راجع من توقف نشاط، يعني ظروف ما تخليش اي معلق مهما كان جامد يطلع اي حاجه من الماتش، بس بالعكس احنا كنا بنتفرج وبندور عليه. يعني انت ممكن تتمنى ان الماتش يبقى ممل عشان تسمع تعليق محمود بكر. خالد قمر برضه بقول مصطفى قمر، مفيش فايده. مصطفى قمر ده نجم الغناء، كنا بنجيبه في النادي الاولمبي اول ما هو صاعد في ليالي رمضان، انما اللي عندنا ده خالد قمر لغايه دلوقتي لسه ما غناش، يمكن يغني في الكوره دي اهو مش حافظ الاغنيه، ضربه حره مباشره ومش حافظ اللحن كمان. محدش يتوقع هو هيكلمك في ايه، هو ممكن يخلق لك قصه من لا شيء، ومش مهم بقى الماتش ولا مين بيلعب مع مين، ما بيحبش وجع الدماغ. بص هو ما بيعكرش دماغه غير حاجتين: برجاوي لما الصوره ما تكونش مظبوطه من عنده. يا ريت احمد برجاوي بعت لي حد عشان الصوره مضلمه عندي.
اهو جه اهو. يا اما حد بيتكلم في السماعه اللي هو لابسها. يا ابني الصوت طالع هنا، ده ايه الهم ده؟ واول لما ينده عليك لازم تجيله والا مش هيستر عليك. الراجل سابني، باشمهندس سابني وساب الصوره مضلمه، ما اعرفش بيتكلم مين بره، ده تهريج بقى. طب لو الحاجات دي مش موجوده هيسكت؟ لا طبعا، هو كده كده هيطلع اي حد مسرح حتى لو كانت القناه اللي هو شغال فيها. ناس كتير بتقول لي يا كابتن الصوره بتاعت دريم فيها كده وحشه، اقول لهم يعني ادي الله ده حكمته، هاجوا عليا لما قلت الصوره وحشه لان هم المسؤولين. وبعدين هتتفضح. افتح اي مباراه قديمه دي وشوف رايه في اللعيبه كان عامل ازاي، هتلاقيه مش بيسمي على حد. في حد يعمل كده؟ طالع بيعمل ايه ده؟ بص طويل على الفاضي، كرة اوه على اكرامي، طالع تعمل ايه يا عمي؟ طالع تعمل ايه يابا؟ انما لحسن حظه اتمزق. طبعا قوم، ما غلطتك، ايه اللي مطلعك الاول؟ مفيش حد من المعلقين دلوقتي بيقول رايه، المعلقين زمان كانوا حاجه تانية. هو جاي لهدف معين، يسيب لك بسمه على وشك ويحاول يخفف عنك ومقدرك، مش بيستخف بدماغك. انا كنت ممكن اقعد بعد الماتش واسهر للفجر قصاد القعده الرايقه دي. طلع تيلر مدته 14 دقيقه. ايه تيلر؟ تيلر يعني زي مقتطفات. لا ده التاني تيلر. اصل كان بيشتغل استورجي. طب لمع كلامك ده. كلامه كله جلد. مش مريحك خالص، كلامه ضيق. يا سلام يا شرنوب على النوستالجيا وجمالها. عارف والله يا صديقي الموضوع بقى صعب، بس لازم المعلقين يعرفوا ان كل مدرسه ليها سحرها وليها معلقينها، وعمرك ما هتقدر تسيب بصمه غير بشخصيتك وطريقتك وكمان مهنيتك. والقنوات تبطل تتعامل معانا كمنتج من غير اي احترام لينا كمشاهد. واتمنى ان حد يقدر يرجع المدرسه المصريه في التعليق من تاني. استنوا فيديوهاتي اللي هتنزل في المستقبل وهقول لكم ازاي نطور من نفسنا ونقف مع بعضنا ونقضي اللي بقى من عمرنا. ابقوا خدوها في تعليق من تعليقاتكم. يخرب بيتك يا فواز، عسل عسل. وبس كده، انا شرنوبي، اشكركم من حسن الاستماع، ورشوني بقى كده بشويه لايكات وشير ودوس سبسكرايب، ولو في موضوع جه في دماغك وعايزني اتكلم فيه ابعت لي انستجرام. والى اللقاء في سهرات قادمه، وسلام.